يلا نبدأ. تقول صاحبة القصة: في عام 2000 ولدت أختي كادي، ومن يوم ما جات كادي على الدنيا وأمي وأبويا بس يتهاوشون. ما قد مر عليهم يوم وهم جالسين سوا ويسولفون طبيعي. كانوا يكرهون حياتهم سوا، يكرهون أختي، يشتمونها، يضربونها دايم. وفي عام 2005 أمي حملت فيني. زعلوا بشكل ما حد يتخيله، لدرجة أن أبويا زعل من أمي وسافر 6 شهور، وأمي حاولت تنزلني 4 مرات لكن ما في فايدة. ولدتني أمي وسمتني وتين وكانت تكرهني. تربيت في بيئة كلها مشاكل عائلية. كنت أسمع كلام يوجع بالنسبة لطفلة تقول لي: أنتي غلطة، لو بيدي قتلتك، أنتي وأختك أكرهكم كلكم. لكن كانت أختي كادي هي أمي وأختي وكل حياتي. كانت جنبي وتحاول تنسيني كل شيء قاعد يحصل. كانت تحاول تحميني منهم، تحاول تسوي أي شيء عشاني. وبعام 2009 قرروا أمي وأبويا ينفصلون عن بعض، لكن كانت مشكلتهم إحنا، ما حد كان يبغانا. كانت تقول أمي: أنا أبغى أتزوج وأعيش حياتي، وأبويا كان يقول: أنا أبغى أكرس حياتي لشغلي وما أبغى أحد يعيقني. وانتهى فيهم المطاف إنهم يحطونا عند جدتي أم أبويا. طبعا جدتي كانت تكرهنا كره العمى. توقعنا أن بنرتاح من مشاكل أمي وأبوي، لكن عشنا أيام أسوأ مع جدتي. كانت تحبسنا وتضربنا كل يوم. كانت ماخذتنا كأننا خدامات، ننظف ونسوي كل شيء في البيت. تستوعبين إن عمر كادي كان 9 سنوات وأنا 4 سنوات؟ من كثر ما كادي كانت حنونة علي وصلت لمرحلة أقول لها ماما، لأني كنت أحس معاها بحنان الأم اللي فقدتها. كنت أشوفها أمي مو أختي. وبعام 2011 وفي يوم من الأيام الساعة 12 في الليل، كانت تنظف المواعين وأنا كنت ألعب حولها، وكانت هي تغني لي ومبسوطة معاها، وكنت أضحك من قلبي وأدور حولها. وبالغلط دقيت كاسة وطاحت وانكسرت. أنا على طول بكيت وتخبيت ورا أختي. وجات وقتها جدتي معصبة وقامت تصيح فينا وتضربنا وتحرقنا وتقول: أنتوا كسرتوا بيتي، والله لا أكسر عظامكم. وسحبتنا من شعورنا وطلعتنا برا البيت. طبعا جدتي كانت عايشة بعمارة، والعمارة هذه الشقق اللي فيها أعمامي موجودين. نزل واحد من عمامي على صوت بكى وقال: إيش فيكم؟ وقلنا له إيش صار. قام ودق على أبويا وقال له السالفة كلها. قال: أنا مشغول، ماني فاضي لدلع البنات. وعمتي دقت على أمي ما كانت ترد عليها. قام عمي أخذنا لبيتها وقال: تعالوا ناموا عند الليلة وإن شاء الله الصباح نشوف حل. نمت هذاك اليوم بحضن أختي كادي وأنا أرجف من الألم. جسمي كان يعورني. قمنا ثاني يوم، كيت وتخبيت ورا أختي. وجات وقتها جدتي معصبة وقامت تصيح فينا وتضربنا وتحرقنا وتقول: أنتوا كسرتوا بيتي، والله لا أكسر عظامكم. وسحبتنا من شعورنا وطلعتنا برا البيت. طبعا جدتي كانت عايشة بعمارة، والعمارة هذه الشقق اللي فيها أعمامي موجودين. نزل واحد من عمامي على صوت بكى وقال: إيش فيكم؟ وقلنا له إيش صار. قام ودق على أبويا وقال له السالفة كلها. قال: أنا مشغول، ماني فاضي لدلع البنات. وعمتي دقت على أمي ما كانت ترد عليها. قام عمي أخذنا لبيتها وقال: تعالوا ناموا عند الليلة وإن شاء الله الصباح نشوف حل. نمت هذاك اليوم بحضن أختي كادي وأنا أرجف من الألم. جسمي كان يعورني. قمنا ثاني يوم، لبستنا عمتي ملابس وقالت: يلا بنروح مشوار. ورحنا المحكمة. قام عمي قال كل السالفة للقاضي. طبعا دقوا على أمي وأبويا وبدوا يتفاهمون، وكل واحد يطلع عذر سخيف بس عشان ما ياخذنا عنده. وبوسط النقاش قال أبويا: أنا عندي حل راح يعجب الكل. قال للقاضي: تفضل، إيش عندك؟ قول. قال: أنا أخذهم أسبوع وأمهم أسبوع، وإذا وصلت بنتي الصغيرة للسن اللي تحدد فيه تبغى مع مين تعيش، وقتها هم يقررون فين يبغون يعيشون. قال القاضي: طيب في حال إذا ما يبغون يعيشون عند ولا واحد منكم، لازم يكون في حل ثالث. قال أبويا: مو مشكلة، أنا مستعد إني أشتري لهم شقة، يعني إذا كانوا يبغون يعيشون لحالهم. قالوا تم. طبعا لما كنا نروح أسبوع عند أمي وأسبوع عند أبويا، كل واحد فيهم يكرهنا في العيشة معاه عشان إذا كبرنا ما نختارهم. أيوة، لهذه الدرجة كانوا يكرهونا. مرت علينا أيام صعبة كثير وأيام متعبة، لكن كلها تخطيناها والحمد لله بفضل الله ثم فضل أختي كادي. أختي كادي كانت حنونة مرة لدرجة ما حد يستوعبها. تنازل عن أشياء كثير عشاني. كانت تسوي لي أي شيء بس عشان تشوفني أضحك. كانت تضحي بأشياء كثير عشاني. كانت تقول لي: أنتي بنتي وحبيبتي وأختي. مرت الأيام ووصلت للسن اللي صار لازم نقرر فيه مع مين نعيش. ووقت القرار كنت استشير أختي، استشيرها بكل شيء. ما أبغى أسوي شيء بدون ما تكون هي راضية. بالأخير اتفقنا أن نعيش لحالنا، خلاص تعبنا من المشاكل. جاء اليوم اللي رحنا فيه عشان نكمل ملف القضية ونقفله خلاص. وقلنا للقاضي: خلاص قررنا. طبعا أبويا كان عارف إن إحنا بنختار إن نعيش لحالنا، وقدوا اختار شقة لنا أصلا. قال القاضي: أنت موافق إن بناتك يعيشون لحالهم؟ قال أبويا: طبعا موافق. وسأل أمي نفس السؤال وردت بأنه ما يهموني. رجع سأل أبويا: كم راتبك؟ قال المبلغ الفلاني. ليش؟ قال القاضي: أنت ما فكرت يعني من راح يصرف عليهم؟
لما اقترحت علينا هذا الاقتراح قال له مالي شغل فيهم. قال لا يا حبيبي راح يروح مبلغ كذا لبناتك، هو مبلغ جامد صراحة. قال أبوي لا طبعا مستحيل. قال خلاص جل يعيشون عندك. طبعا أبوي وقتها انهار، بس خلاص ما صار يفيده شيء. استلمنا مفتاح الشقة والفلوس صارت تنزل في حساباتنا، وأثثنا بيتنا الصغير، وصار كل شهر ينزل في حسابنا مبلغ وقدره. كنا نجمع نصه ونخلي نصه نعيش منه. والحمد لله من تجميعنا للفلوس أختي اشترت سيارة، وتعرفنا على صديقات يسوون الدنيا وما فيها، صاروا هم أهلنا، وعشنا حياة ما توقعنا أن بنعيشها. أتمنى تدعوا لنا دايم. انتهت القصة. الرأي الشخصي. أحلى شيء في القصة أختك، الحنان اللي فيها كرني بحنان واحدة أعرفها اسمها ندى، الله يخليها لك وأهلك. والله إيش الواحد يقول، استغفر الله العظيم. وبس لهنا وصلنا نهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة، مواقع التواصل حقتي إذا صلوا على النبي. يلا نبدأ. تقول صاحبة القصة اسمي سوسن وعمري 30 سنة. قصتي بدأت من لما كنت صغيرة. كان عندنا عادات في القبيلة، نظام الحجوزات، فلان لفلانة وفلانة لفلان، وخلاص يلصقونهم في بعض لين ما يكبروا ويتزوجون غصب. فجاء نصيبي والشرف لي إن عمتي قالت سوسن حجزتها لولدي خالد. كبرت وأنا على فكرة إني أنا الخالد، دايما يتردد على إذني أنت الخالد وخالد لك. فكبرت ابتدائي متوسط ثانوي وأنا متعلقة بهالخالد، مو حب لكنها تعلق طفولة، وأنا عقلي خلاص متبرمج إني أنا من نصيبه. كان حبيته ما أعرف، لكن اللي صار خلاني أقول هو كل شيء إلا الحب. كان عندي شلة صحبات من الابتدائي 4 بنات، كبرنا مع بعض طول السنين هذه، مريم وغدير ومجد وأنا. كنا صحبات لدرجة كل شيء في حياتنا نحكيه لبعض، نروح لبيوت بعض، نلعب مع بعض، نخرج ونروح ونجي مع بعض، ودايما بنفس الفصل كل المراحل. كنا مرة قريبين من بعض. وكنت أحكيهم عن خالد فارس الأحلام ومغامراته معايا، إما عن حركة سواها في مناسبة أو هدية يجيبها بالعيد، أوريهم الهدايا وأحكيهم عن اجتماعاتنا العائلية. لين ما جاء يوم كنا طالعين اجتماع عائلي كبير بالبر. وقتها استغربت من مجد لما قلت لها إن احنا بنروح البر مع العائلة، صارت تصر علي تبغى تجي معانا. قلت ما أدري، هو اجتماع عائلي لكن بسأل أهلي. لكنها جلست تصر علي وإصرارها كان غريب، اضطريت أوافق. وفعلا جاتني البيت قبل ما نخرج وخرجت معانا. طبعا وقتها كنا بثاني ثانوي. في يوم وصلنا البر وتكينا شوية، فقرروا الحريم إنهم يروحون أقرب دورة مياه الله يكرمكم تكون في مسجد، يعني بسيارة أحد الرجال. وصاروا يسألونا من تبغى تروح دورة المياه، فقمت أنا ومجد ومعايا كم وحدة ورحنا دورة المياه. واللي وصلنا كان خالد. لما رجعنا خالد للمخيم قال الأختة اجلسي أنت وسوسن خلينا نروح ناخذ آيس كريم، في سيارة آيس كريم هنا قريبة. يعني قال لك حركة رومانسية. لكن الصدمة أن مجد لما عرفت قالت بجلس معاكم. خالد انحرجت، لكن إصرار مجد أحرجنا كلنا، وأخذناها معانا وانتهينا ورجعنا بدون أي موقف، لأنها وقفت بحلقنا والكل مو طايقها. بعد هذا الموقف جاتني إضافة بتويتر من خالد وحاول يكلمني هناك على الخاص، لكني رفضت وقلت له أنا ما أبغى أخسر ثقة أهلنا فينا، وإنه مصيرنا نتزوج فلا تستعجل، وإذا يحب يتابعني بكيفه عادي، لكن أنا ما راح أكلمه على الخاص أبدا. وافق وجلس يتابعني بصمت كم شهر كذا. وأنا طبعا قلت لشلتي كل شيء صار، وإنه أضافني بتويتر وكلامنا اللي صار بيننا. واستغربت وقتها من مجد إنها عصبت وقامت وتركتنا وراحت بعيد عننا. ما فهمت إيش صار، بس قلت يمكن في شيء مزعلها. بعد كم شهر لما صرنا في ثالث ثانوي وعلى وشك التخرج، بدوا الأهل يحددون موعد الزواج، جالسين يتفقون. فجأة بيوم الأربعاء في المغرب كنا أنا وأمي راجعين من درس، ظهر قصدها درس تحفيظ قرآن. المهم دخلنا البيت لقينا عمتي جالسة مع أبويا في الغرفة ومقفلين عليهم الباب. سلمت أمي وجلست، وقامت عمتي على طول استأذنت وطلعت. صارت أمي تسأل إيش فيه، إيش صاير، في شيء جديد؟ قال أبويا اخرجي شوية يا سوسن. خرجت وأنا فرحانة أحسب إنها جاية تحدد موعد الزواج، وخلاص كل تفكيري ذحين أخطط لحياتي ومستقبلي وأحلامي مع خالد. إلين ما دق جرس البيت وأروح أفتح لقيتها بنت عمي اللي مرة قريبة مني. استغربت، قالت تعالي أبغاك. رحت معاها بيتهم وجلست معاها، وصارت تمهد لي الموضوع بمقدمات وأنا ماني فاهمة. إلين ما قالت لي خالد فسخ خطبته منك، وأبوك وأمك كلموني عشان أوصل لك الموضوع لأنهم مو عارفين كيف يقولوا لك. جلست ساكتة ومو مستوعبة إلين ما رجعت البيت، رتبت كل شيء، ذاكرت ونمت وأنا ماني مستوعبة ولا شيء. صحيت اليوم الثاني وأهلي خايفين من سكوت. لما رحت المدرسة قابلت شلتي، وكانت مجد أقرب وحدة لي بينهم. سألتني إيش بك، وجهك مخطوف. أول ما سألتني جتني حالة انهيار عصبي وصرت أبكي وحضنتها بقوة إلى ما أغمى علي. لا تنسون تشتركون في قناتي على اليوتيوب رون، وحسابي في التيك توك رون _9090. نكمل.
صحيت وأنا بالمستشفى وأمي جنبي جالسة تبكي وتتحسب على عمتي. تنومت بالمستشفى يومين، في هذه اليومين كان جوالي معايا وأتابع الرسائل. فجأة بجروب العائلة أرسلت عمتي أم خالد صورة هدايا، طقم ذهب وورود، وكاتبة باركولنا خطوبة ولدنا خالد البنت فلان الفلاني، عروستنا مجد. ايوه مجد. أقرأ الاسم مرة وثنتين وثلاث، ثنتين وثلاث. أسأل أمي أقولها إيش مكتوب؟ تقرأ الكلام وتنصدم وتاخذ الجوال، وأنا أقولها لا 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 مو مجد صاحبتي، لا خلصوا رجال، خلصوا البنات، مجد وخالد لا أمي لا تكفين. وصرت أشيل المغذيات وأضرب نفسي، خلاص انهيار، ماني قادرة أتحمل كمية وجع القلب. نوموني بالمنومات غصب 3 أيام. لما صحيت وهديت شوية خرجوني، رجعت وأنا إنسانة ثانية ومختلفة تماما، إنسانة ميتة بمعنى الكلمة. فجأة أسيب أهلي وأدخل الحمام وأنهار أبكي بالساعات، وأهلي يحاولون يكسرون علي الباب، ما أنتظروا حتى يعدي فترة على صدمتي الأولى إلا ويصدموني بالصدمة الكبيرة هذه، يلا ألقمي. صارت الملكة وبعدها الزواج، وأبويا أجبرني وقتها أني أحضر الزواج عشان كلام الناس، وأن الناس تتكلم عني وأني أنا كنت على علاقة مع خالد، عشان كذا ما تحملت الخيانة. فأجبرني أبويا أحضر عشان الناس يسكتون. حضرت، ولما جاء وقت الزفة وخرجت مجد عروس وجعني قلبي، جالسة أنحرق، أحس بنار تحرقني. المفروض أنا اللي أكون مكانها، أنا اللي من صغري يجهزوني لهذه اللحظة مو هي. كيت ونزلت دموعي غصب عني، تركتهم وخرجت. كلمت أبويا يرجعني البيت ونمت. بعدها مرضت كم يوم إلين ما قمت وبديت أقوي نفسي بنفسي، وإن الحياة تمشي، وإن خلاص مجد صارت واحدة من العيلة ولازم أتقبل وجودها، وبكل مناسبة راح أشوفها، فلازم أتخطى الموضوع. صرت أدخل دورات نفسية في التشافي والتخطي للصدمات، أسمع دروس دينية عن التعلق بالله وكيف أتخلص من التعلق في البشر. فهمت علاقتي في ربي أكثر، وصرت أحب ربي أكثر، وعرفت إن هذا الشيء اللي صار لي شر وربي صرفه عني، لأن ربي يحبني وما يبغاني مع شخص قذر زي خالد. صرت أقوى مما توقع الجميع. سجلت في الجامعة تخصص طب، بدأت أدرس وأغرق في دراستي. تقدموا لي كثير لكن رفضتهم كلهم، قلت ما راح أتزوج أبدا إلين ما أكون نفسي وأحس إني أنا مستعدة، وأنا بختار وقتها اللي يستاهلني. بعد سنة بالضبط من زواج خالد ومجد، جات يوم من الأيام أخت خالد عندنا وجلست معايا في غرفتي وصارت تكلمني بطريقة غريبة. قالت لي بسألك سؤال. قلت تفضلي. قالت لو خالد طلق زوجته وجات قدم لك توافقين؟ قلت والله لو هو آخر رجال على كوكب الكرة الأرضية ما أوافق، ما راح أرضى فيه. إلا فجأة طلعت جوالها من شنطتها وقالت سمعت بإذنك جوابها، خالد هو اللي راسل أخته لي وطلبها تسألني. كل وقاحة طبعا، يبغى يضمن إنه ما راح يطلق إلا لو وافقت عليه عشان ما يفلس مني ومنها. قال خالد لأختها أديها الجوال أبغى أكلمها. قلت لا ما بيننا كلام، وتركتها وطلعت برا الغرفة، وهي أنهت المكالمة وخرجت من البيت. اليوم الثاني وأنا بالجامعة وصلتني رسالة طويلة من رقم غريب. لما فتحتها وقريتها لقيتها من خالد يترجاني فيها أوافق عليه وأعطيه فرصة ثانية، لأنه ببساطة ندم على اختياره، وهو الآن يبغاني ويبغى يطلق مجد، وإنها ما ناسبته، وإنها الآن في بيت أهلها وتنتظر الطلاق، بس يبغاني أوافق عليه عشان يطلقها. يرجع يعيد نفس الطلب بكل وقاحة. إيش سويت؟ وقتها كلمت مندوب هدايا يجهز باقة ورد وشوكلت ويكتب كرت اعتذار باسم خالد لزوجته، وأعطيته عنوان بيت أهلها وطلبته يوصل الهدية لها على العصرية كذا. وأرسلت لخالد رسالة واحدة: الخبيثون للخبيثات، أنتوا هي ما تستاهلون لبعضكم، ولو أنت آخر رجال ما قبلت فيك. نصيحة: الآن زوجتك بتوصل لها هدية اعتذار باسمك، اعتبرها صدقة مني عليكم، يا تقبلها وتشتري زوجتك وبيتك خصوصا وهي حامل بولدك، يا تقول لها مو انت اللي راسلها، تطلع اوقح من الوقاحة بنظر اهلها انك انت مو صاحب الهدية وبرضو تنكر. حافظ على بيتك اللي انت اخترته بنفسك. وحضرته على طول، وفهمت بعد يومين انه زوجته رضيت ورجعت بيتها لانه قبل الهدية وقال انها منه، ورضيت ورجعت وجابت له ولد، وبعد 2 جابت له ولد ثاني، وبعد 2 برضو ثانية جابت بنت. وانا خلال هذه السنوات درست وتخرجت بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، حققت إنجازات بالأبحاث العلمية والابتكار، كان الكل يضرب المثل في تفوقي وتميزي، والجامعة دايما تختارني ممثلة لها بالمؤتمرات. كبرت وحققت حلمي وإنجازي. قرآن كامل، حبيت ربي وعلاقتي فيه، كنت لما أتضايق أتكلم مع ربي وكنت أرتاح. تخرجت وتوظفت في مركز صحي، وكنت مختصة بالمراجعين كبار السن، ودايما أسمع الدعوات اللي تفرح قلبي. كنت أحس أني سعيدة من قلبي. سبحان الله، في مشاعر كثير في الحياة تحيي القلب أكثر من الحب، مثل العطاء واللطف والدعوات الطيبة، وغيرها كثير مشاعر تغمر القلب، سعادة أكثر من الحب. حتى في يوم من الأيام جاء مراجع ومعاه أمه للمركز،
وكانت أمه مصابة بنوبة ربو شديدة، طوارئ مباشرة، وسوت لها الإسعاف اللازم لوضعها، وولدها خايف وعلى أعصابه. طمنته إن أمه بخير وتحتاج ترتاح كم ساعة بس وتطلع. فجأة قام يبكي، وشكل الولد خربط وقام مضمني بقوة وهو يبكي. طبعا أنا متجمدة بمكاني من الصدمة، حسيت الدم تجمد بعروقي، وهو استوعب وتركني وجلس يعتذر مني 1000 مرة، ووجهه صار أحمر وترك المكان بكبره وخرج. وأنا رجعت مكتبي وأنا أفكر إيش صار، بسم الله، إيش بقلبي كذا يدق. تجاهلت الموضوع وحاولت إني أتناساه. بعد كم ساعة رحت أطمن على أمه ولقيتها صحيت وصارت أفضل الحمد لله. تكلمت معاها واطمنت عليها، لكن ولدها ما له حس غريبة، كان ميت خوف على أمه. فين اختفى؟ والله اختفى من الموقف المحرج. المهم شوية للأم طلبت جوالي عشان تتصل بولدها لأن جوالها مو معاها. أعطيتها واتصلت عليه وقالت لها إنه يجي، وقفلت وجاء ولدها إلا هو نفسه. لا أنا اللي قدرت أطالع فيه ولا هو اللي أخذ أمه وخرج. اليوم الثاني وصلت الدوام ولقيت باقة ورد كبير عند الاستقبال، كانت باسمي وعليها كرت مكتوب عليه: آسف على الموقف المحرج اللي سببته لك أمس. ما أعرف ليش فرحت وطرت من الفرحة كأني صغيرة على الحب. أخذت الباقة للمكتب وجلست أتأملها بفرح. بالليل لما كنت على سريري وخلاص متجهزة للنوم وصلتني رسالة من رقم غريب مكتوب: ممكن تعطيني رقم أبوك؟ ماني قادر أخرجك من راسي من ذاك اليوم، أنا أبغاك بالحلال يا بنت الناس. الله وناسة. ما أعرف ليش قلبي أنا كمان تحرك بهذه اللحظة، ما أعرف ليش هو بالذات، يمكن جفاف عاطفي ما أدري، لكن ما قدرت أتخطاه. وفعلا كلموا أبويا وحددوا موعد معاه، وجات أمه وصارت تحكيني على الموقف وتضحك وتقول ولدها من الحضن ذاك هو دايخ ولا عارف يعيش حياته إلا لما خطبناك له. والحمد لله تزوجت أكثر زوج بالحياة، خفيف، حبني من أول حضن بالغلط. واليوم عندي عيادتي الخاصة لأن أكثر شخص دعمني وساعدني وساندني لما فتحنا العيادة مع بعض. كملت دراستي ورغم صعوبة الحياة بين بيت وزوج وأطفال ودراسة، إلا أنه كان وما زال أكبر داعم لي، وربي عوضني فيه عن كل شيء مريت فيه بحياتي. اليوم عندنا 4 أطفال الحمد لله، وعيادتي ناجحة وفتحنا فيها فروع العيادات بأقسام مختلفة، وأحمد ربي 1000 مرة على كل شيء صار لي بحياتي من خيانة وغدر من اللي ما تتسمى، لأنها كانت سبب القرب لربي واهتمامي لدراستي ووصولي اللي أنا فيه اليوم. ولأني متأكدة لو تزوجت خالد ما كنت بحقق ولا ربع اللي حققته اليوم. أبشركم، اللهم لا شماتة، يعني حياتهم كلها مشاكل وما في أي استقرار فيها، لدرجة أن مجد حاولت ترجع علاقتها فيني عشان تفضفض لي منه وتشتكي لي منه ومن حياتها معاه ومشاكلهم، وما زالت تحاول ترجع تكون صحبتي المقربة، لكن لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. انتهت القصة. الرأي الشخصي.